السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي وأحبتي متابعي صفحات وقناة أطايب درنا. اليوم عندنا وصفة كثير سهلة وسريعة ولذيذة جدا، هي صينية براسيا بالدجاج بالخضار، سهلة وسريعة وأكلة مفيدة ومريحة. بعد الفاصل راجعين. السلام عليكم من جديد. بدنا طبعا 600 جرام دجاج من اي قطعة، يعني من صدور الدجاج 600 جرام نفرمهن بنجهزن. بندورة بدنا 4 حبات تقريبا كمان نفرمهن. بننزل هاي التشكيلة، هن براسيا 2 عود، بطاطا 4 حبات تقريبا بشكل تقريبي اليوم. جزر عندنا حبتين يعني، وبصل واحد بنفرمهن، طبعا كله بنفرمه بالحجم اللي بدنا اياه. فليفلة خضراء 2 يعني قرنين تقريبا. ثوم شوي بكون مبروشات مجهزينهن. بدنا دبس فليفلة ملعقة واحدة كبيرة، رشة ملح يعني قدر ملعقة كبيرة تقريبا، بهارات مشكلة ملعقة طبعا كمان كبيرة. وهون كمان بدنا بابريكا او يعني فلفل بودرة، يعني بدنا ملعقة صغيرة. هاي المكونات الأساسية. بنحط هون كمان فلفل أسود كمان رشة صغيرة، نص ملعقة صغيرة. زيت بنحط كمية كمان شغلة يعني كاس صغير. بنخلط المكونات، بنخلطهم كويس. طبعا البراسي هي نبات مثل الثوم، نبات اخضر مثل الثوم، تطلع يعني باوقات اكثر شيء بالربيع. يعني براسي مثل الثوم بس اطول شوي، فهي طيبة يعني بتتاكل طيبة ومفيدة. بنخلط المكونات بشكل كويس، بنحط شوية مي مشان ينطبخن. وبنجيب هذا الورق الزبدة، بنبله شوية مي مشان يضل طري ما يعني يحترق، وبنلفه بقصدير. وبنحطهم بالفرن على 250 درجة من فوق ومن تحت، بنشغل لمدة ساعة. فرن من فوق ومن تحت الحرارة على 250 درجة لمدة ساعة. إذا كان الفرن طبعا من هالشكل، هذا فرن كهرباء، بتكون استوت. شوف المنظر، اللهم صل على سيدنا محمد. طبخة كثير مفيدة ومريحة وسهلة، دغري صارت معنا يعني. هو رفعناها شوي مشان تتحمر فقط لا غير، اما هي بتستوي على مدة ساعة من فوق ومن تحت بتصير. هاي هون صارت جاهزة صينية البراسيا بالخضار بقطع دجاج. صحتين والعافية اعزائي واحبتي. اذا عجبكم الفيديو ارفعوا لنا اياه مشاركة، وان شاء الله دائما يعجبكم باذن الله تعالى. ودائما عندنا وصفات جاية، ومن قناة أطايب درنا باذن الله في انطلاقة جديدة وواسعة ومستمرين، ما راح نوقف باذن الله تعالى. دائما في وصفات، وانتظرونا في جديد كثير، وصفات جديدة لاول مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.